في التاريخ ملكات اتذكروا بالجمال وملكات بالقوة، لكن في ملكة اتذكرت بحاجة مرعبة، بالنتانة، رائحة التحلل. دي قصة جوانا المجنونة، الملكة اللي عاشت مع جثة جوزها. جوانا بنت إيزابيلا وفرناندو، وريثة عرش قشتالة. قشتالة أيامها كانت بتقع في وسط أسبانيا، وبتشمل اليوم مناطق زي مدريد وبلد الوليد وبرجوس وطليطلة. وليه قشتالة كانت مهمة؟ لأنها كانت أقوى مملكة في أسبانيا في العصور الوسطى، ومنها اتوحدت أسبانيا. جوانا اتجوزت فيليب الوسيم، مش حب، سياسة، لكن السياسة تحولت لعلاقة نار وغيرة وجنون. سنة 1506 فيليب مات فجأة وهو عنده 28 سنة. من هنا عقل جوانا انهار، رفضت تدفنه وحولت القصر لقبر. الجثة بتتحلل والريحة بتنتشر، وهي بتفتح النعش تلمس الجسد وتقول ده نفس الحب زي ما هو متغيرش. كانت بتسافر والنعش معاها. العطر اختفى والقصور غرقت في ريحة الموت. الخدم اشتكوا وهي ما كانتش شايفة حاجة غلط، لحد ما السياسة دخلت على الخط. أبوها أعلنها مجنونة وابنها حبسها 46 سنة في قصر مظلم، لا استحمام لا نظافة لا رحمة. وماتت جوانا ملكة وأم وسجينة. ويبقى السؤال، هل كانت مجنونة ولا ضحية؟